لو نفسك في حاجة حلوة سهلة وسريعة وملكيش مزاج تقفي في المطبخ أو جايلك ضيوف وما عندكيش حاجة تقدميها ليهم وعايزة تعملي حاجة بسرعة، يبقى الكريب الفوتوتشيني اللي هنعمله مع بعض النهاردة هو الحل. هنعمله مع بعض النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة ومضمونة بطعم خطير ومكونات موجودة كلها في البيت وبشكل حلو للتقديم. يلا نشوف المكونات والطريقة بتاعتنا. في الخلاط هنزل ببيضتين ومكوناتي كلها في درجة حرارة المطبخ. هنزل كمان بباكت من الفانيليا، رشة من الملح، وهنزل بمعلقتين كبار من السكر، وهبدأ أضرب المكونات في الخلاط لحد ما الخليط بتاعي يفتح ويبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنزل بكوباية وربع من الحليب، هنزل كمان بمعلقتين كبار من الكاكاو الخام، هنزل كمان ب3 معالق كبار من الزيت، وهنزل بكوباية من الدقيق، وهرجع اضرب المكونات اللي انا حطيتها مع الخليط السائل اللي احنا عملناه. أثناء ما أنا بضرب المكونات في الخلاط هفتح الخلاط وهنزل بالسباتيولا بقايا الدقيق اللي على طرف الخلاط، وارجع أكمل ضرب علشان أتأكد إن كل المكونات اختلطت مع بعض. في طبق غويط هعدي الخليط بتاعي على مصفى عشان لو في اي تكتلات ما دابتش معايا في الخلاط تنزل في المصفى وما تتحرقش معايا على النار. بعد كده بقى في طاسة على النار، واختار طاسة تكون ما بتلزقش، هنزل بنقطتين زيت في الطاسة واديها مسحة بالمنديل. والخطوة دي انا بعملها اول مرة بس، ولكن لو حسيتي اثناء ما انتي بتعملي الكريبات ان الطاسة بتاعتك نشفت ممكن تكرريها مرة كمان. وابدأ ان انا احط الخليط في الطاسة، بس اتأكد ان الطاسة بتاعتي سخنة كويس جدا والنار بتاعتك هادية. هنزل بالخليط وابدأ اوزعه في الطاسة بالشكل ده، واول ما يبدأ كده طروفه ان هي تمسك بعضها ابدأ اسلكه بالسباتيولا بالراحة كده لحد ما يفك معايا، وبعد كده هقلبه على الناحية التانية. اول بقى ما لونه يغير من ناحيتين هنزله كده في طبق وابدأ اعمل الكريباية اللي بعدها. ونخلي بالنا الخليط مش هياخد معايا وقت خالص علشان يستوي على النار، خليكي واقفة جنبه علشان الكريباية ما تتحرقش منك. هكرر نفس الخطوات واسلك كده الكريباية من طرفها بالراحة، وابدأ ان انا اقلبها مفيش ثانيتين 3 كده، وبعد كده اطلع. كمان عايزة اقولك ان ممكن اول كريباية معاكي تطلع مش مظبوطة، مفيش مشكلة، اعملي عادي جدا، دايما اول واحدة كده ما تطلعش مظبوط. كرر بقى نفس الخطوات لحد ما كمية الخليط اللي معايا تخلص. انا هنا خلصت كل كمية الخليط اللي معايا، عملت معايا ما شاء الله كمية كبيرة. عايزه اقولك كمان لما تطلعي الكريب بتاعك من على الطاسه ما تحطيهمش كلهم فوق بعض، يعني افرديهم كده على شبكه علشان ما يعجنوش معاكي. اول بقى ما يبردوا كده شويه ابدا ان انا اقطعهم، هسيبهم بقى على جنب كده يبردوا شويه، وهبدا احضر الفواكه اللي انا هحطها على الكريب. طبعا نوعيه الفواكه زي ما بتحبي او الفواكه اللي انتي بتفضليها. انا بالنسبه لي هستخدم موز وفراوله، جبت كده موزتين وبدات ان انا اقطعهم شرايح، وهجيب كام فراولايه كده وابدا ان انا اقسمهم بالنص. هسيب بقى الموز والفراوله على جنب وهبدا ان انا اقطع الكريب. جبت كده كام قطعه كريب على بعض حوالي 2-3، وبدات ان انا اقطعهم شرايح بالسكينه بالشكل ده. هكرر نفس الخطوات كل 2-3 كده الفهم مع بعض واقطعهم لحد ما اخلص كل كميه الكريب اللي معايا. هبدا بقى احطهم في طبق التقديم وارص عليهم الموز والفراوله اللي احنا قطعناهم، زينتهم كده بشوية شوكولاتة انا مسيحاه في الميكروويف، وبدأت ان انا اعمل خطوط كده عشان يدي يعني شكل حلو. طبعا الصوص برضو حسب اختيارك، انا فضلت كده الشوكولاتة لان انا طبعا من عشاق الشوكولاتة، بس لو حابة ان انت تغيري الصوص مفيش مشكلة، ممكن تحطي لوتس، تحطي فستق، اللي انت حباه. بعد كده هديهم بقى في الاخر كده رشة من السكر البودر، وبس كده الطبق بتاعنا بقى جاهز. بجد طبق سهل قوي، وكمان طعمه بجد مش هتتخيلوا من سهولته ان طعمه تحفة كده. جربوه، هستنى رأيكم في الكومنتات. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم إسراء، سلام.